من غير حليب، من غير بيض، من غير زبدة، من غير زيت، من غير نشا ولا دقيق. تعالوا نعمل أحلى صينية حلويات كده في 10 دقايق بالكتير قوي هتبقى جاهزة معاكي. سهلة واقتصادية وسريعة ومذاقها أكيد طبعا انتوا شايفين الصورة تتحدث عن نفسها. كوباية من سميد البسبوسة بتشتريه من عند العطار ويكون سايب، حطيت عليه كوباية إلا معلقة كبيرة من السكر الحبيبات. انزلي عليهم على طول بأربع كوبايات مية، والمية هنا كانت من الحنفية. قلبي الجمال ده كله كده تقلبتين حلوين لحد ما تتأكدي ان السكر داب تماما. اول ما ترفعيه على النار خلي النار وسط، واول ما تبدأ تسخن كده كويس معاكي انزلي على طول بمعلقة صغيرة من الفانيليا. ممكن تستبدلي الفانيليا لو انت بتحبي مذاق طعم مية الورد، حطي معلقة كبيرة من مية الورد. استمري في التقليب كويس لحد ما تبقبق كده معاكي، طبعا هي بتغلي على طول مش بتكمل حاجة. وبعد كده جهزي صينية مقاس 28 ممكن 26 لو انتي بتحبي الخرط سميكة اكتر من الشكل اللي انتي شايفاه. دهنة زيت خفيفة جدا، وعلى طول الخليط الحلو والكريمة الحلوة ديت وهي سخنة هنبدأ نصبها كده في الصينية. نقطتين زيت على الاسباتيولا، ما كتريش عن نقطتين عشان نساوي السطح كده بالشكل ده. وبعد كده امسكي الصينية الحلوة خبطيها خبطتين. وتعالوا بسرعة نعمل الطبقة التانية. ذكر النهاردة لا إله إلا الله، طول الفيديو بعد الفيديو فضلي قولي لا إله إلا الله. كوباية من سميد البسبوسة، كوباية إلا معلقة كبيرة من السكر الحبيبات. لو انتي بتحبي السكر زيادة انزلي بكوباية كاملة من السكر. 4 كوبايات من المية. كيس كامل من الجيلي، والجيلي هنا فراولة، وممكن تختاري أي طعم انتي بتحبيه. لو انتي ما حطيتيش لون الطعام مفيش أي مشكلة، أنا حبيت بس أعزز اللون فحطيت نقطتين من لون الطعام. قلبته على البارد ورفعته على النار لحد الغليان، وبعد كده على طول بعد ما يغلي على طول هصب الخليط الحلو ده. استني لما يبرد دخليه في التلاجة ساعتين. بعد كده وابدأي خرطيه بقى وزينيه بجوز الهند الحلو ده. فاكرين ذكر النهارده كان ايه؟ كان لا اله الا الله. بتحتفظي بيها بقى كده اهو في التلاجة، بتكون ساقعة وبترطب على القلب، ونزينها بجوز الهند. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك.